لما تجيب كلب هقول لك على حاجات تعملها هتوفر عليك مشاكل كتير مستقبلا. الحاجة الأولى إنك أنت هتجيب ليش وشوية مكافآت كل يوم، وتعوده إن على مدار اليوم أنت في مثلا 5 دقايق صبح، 5 دقايق بالليل، 5 دقايق في النص بتلبسه الليش ده، وفي نفس الوقت المكافآت في الإيد التانية، وبتبدأ تتمشى بيه في البيت عندك وتغير في اتجاهاتك، وكل ما يغير اتجاهه معاك بتكافئه. وفي نفس الوقت في وسط ما أنت بتعمل كده بتديله أوامر بسيطة خالص زي اقعد مثلا وتكافئه. الحاجات دي هتساعدك مستقبلا، لان هي الاساس اللي بيعتمد عليه تعليم الكلب سماع الكلام في الشارع بعد كده. والفكره هنا هي انك لما بتعلمه الحاجه في البيت اللي هو التشتيت فيه اقل بكتير جدا من الشارع، بيتعلم الحاجه بتركيز اكتر، فبالتالي تقدر بعد كده بعد ما ركز وفهم الحاجه كويس جدا تنقله للشارع تدريجيا وتزود التشتيت واحده واحده لحد ما هو يفهم ان هو ينفذ الحاجات دي في وجود تشتيت كتير. وبالمناسبه لو انت عندك كلب كبير وبتقابل مشاكل معاه في المشي في الشارع، تقدر تعمل معاه نفس الكلام، لان ده بيبقى الاساس اللي هتحل بيه مشكلته بعد كده.